رحيل اليو ديانج عن النادي الاهلي، النادي الاهلي لغايه دلوقتي ما وصلش لحل نهائي مع اليو ديانج. طب ايه الحل بقى؟ اليو ديانج عنده عقدين يا باشا، اتنين من الدوري الاسباني، واحد من جيرونا وواحد من فالنسيا، هم دول العرضين اللي عليهم العين دلوقتي والعرضين الرسميين. في عروض من الخليج، طبعا في عروض من الخليج، لكن انا بقول لك العرضين ان النادي الاهلي، اليو ديانج لو هيتباع هيروح للاثنين دول. اليو ديانج فاضل في عقده 6 شهور، طب الست شهور دول يا غالي هينزلوا من قيمه اليو ديانج، لان النادي اللي هيجي يشتري اليو ديانج ملزم اللي هو يدفع ال6 شهور. طب في بديل لاليو ديانج لغايه دلوقتي اللي انا اعرفه او اللي كله يعرفه اساسا؟ اليو ديانج كان بديله حامد حمدان. طب مين اللي اشترى حامد حمدان؟ بيراميدز خطف منك حامد حمدان. النادي الاهلي كان حاطط قدامه حامد حمدان، وكان قايل خلاص حامد حمدان رسميا 100% في النادي الاهلي، لكن حامد حمدان خلع وراح بيراميدز. فدلوقتي اليو ديانج هيمشي وانت ما عندكش بديل لاليو ديانج. عشان كده بنقول الاداره لما بتباطئ في الصفقه او صفقات، في ناس بتطلع تزعل. انت لما بطئت في صفقه حامد حمدان دي او اي صفقه تانية، وبالذات بتاعت اليو ديانج دي، لان اليو ديانج انت من فتره طويله انت مش ضامن مكانه او مش ضامن اللي هو يقعد معاك. فانت كنت المفروض من اول ما قال لك انا مش هجدد دلوقتي، خلاص كنت تشوف بديل ليه، لان كده انت مش ضامن مكانه. هل يسترب عاجبه رحيل لاليو ديانج؟ اقول لك لا طبعا. اليو ديانج من المراكز الاساسيه مع يسترب، الراجل جه شاف اليو ديانج راجل متالق، راجل ديفندر زي ما قال الكتاب. فيسترب مش عاجبه رحيل اليو ديانج، ولا حتى الجمهور عاجبهم رحيل اليو ديانج. كويس كويس كويس. Very